شهر رمضان شهر القرآن، مقترن بالقرآن، يحتاج إلى أن المسلم يكون له عناية في قراءة القرآن في رمضان، إن الخير جاء للأمة في رمضان، افتتاحه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجيء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فأنت لك نصيب من ذلك بقراءتك للقرآن وتحريك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرك للقرآن العظيم ومجاهدتك لنفسك وغيرك على الطاعة في رمضان. هذه غنائم عظيمة فاتت الموتى عوضهم الله خيرا، وجعلها الله منة منه للأحياء، جعل الله وإياكم من المرتبطين بهذه المنة. ويقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليغتبط من أمهله الله حتى يدرك رمضان، لو ما في هذا إلا أنه إذا مات وإذا أبواب الجحيم مغلقة ما يذهب إليه، وأبواب الجنة مفتحة يذهب إليه. هذه من نعم الله الجليلة التي تجعل المسلم يستقبل رمضان ببشر واغتباط في قلبه ورضا عن الله جل وعلا وهمة عالية على أن يشكر الله جل وعلا على هذه المهلة وهذا التيسير بالجد في العمل الصالح، رجاء أن يختم الله له. الله يحسن خواتم الجميع يا إخوان، وإن فسح في أجل فهو على خير. فلذلك افرحوا بقدوم رمضان واغتبطوا وتهيئوا لذلك وجاهدوا أنفسكم وغيركم على ذلك. لا تكن الهمة هي الأكل والشرب والنوم والسهر ومتابعة وسائل الإعلام وغيره والتواصل، لا، الهمة هي المنافسة في عمل الآخرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والتوبة من الخطيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم وعد من الله، وعد الله لا يخلف الله وعد، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فترى هذه هي الغنيمة، من بالغنيمة أن الناس وش أكلوا وش شربوا وش فعلوا، والسمر على أمور قد تكون ضارة في الدين قاسية للقلوب فيها كفران للنعم. انتبه الإنسان، رمضان موسم تجارة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. جعل الله وإياكم من الفائزين بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.